الفترة ديت بقينا بنعيش مرحلة من أسوأ. مراحل اللي بتمر على أي شاب في الحياة. المجتمع دلوقتي بيحدد الشخص بتاعه بناء على الشكل وأسلوبه وطريقة حياته وفلوسه قد إيه. فأنت كشاب في مرحلة بتاعتك بعد ما تخلص ثانوية عامة، ونفترض مثلا إنك ما جبتش نتيجة كويسة ترضى بيها المجتمع، أيا يكن ما دخلتش طب أو هندسة ودخلت الحاجات التقليدية، وبالذات لو دخلت جامعة خاصة أو دخلت معهد، المجتمع ساعتها هيحط عليك ضغط ابن لذينة، بيقول لك أنت فاشل وأنت لا تصلح للمجتمع، عشان دي كليات مرموقة عندنا كمجتمع، بالذات أنت كشاب لسه خارج من مرحلة المدارس وداخل على مرحلة الجامعة. فأنت قدامك من خيارين: يا تبقى محبط وتبقى عايش في اكتئاب وسط المجتمع، يا تتقبل الواقع وتشوف انت هتحدد مستقبلك وهدفك فين، ومتخليش المجتمع بتاعك هو اللي يحددهولك. لما نيجي نوصل للنتيجه دهيت، انت لو اخترت بقيت مجتمع مش هتنجز في حياتك، هتبقى فاشل، ورغم ان المجتمع اصلا بيقول عليك فاشل هتبقى افشل. انت ممكن تستخدمها كحافز ليك: انا فعلا مش فاشل، انا الظروف منعتني مثلا ان اجيب نتيجه كويسه في الثانويه العامه، ممكن ما كنتش ذاكرت كويس، او ممكن حصلت حاجات وما عرفتش اجيب النتيجه. فانت اللي بتحدد مستقبلك بعد كده، مش المجتمع. انت اللي بتحدد الطبقه اللي انت عايز تبقى فيها، الفلوس اللي عايز تبقى معاك. انت لما تيجي تبقى عكس المجتمع ومش شبههم، تحس انهم بيطردوك، بيقول لك انت مش شبهنا، انت لا تصلح، انت فاشل، والكلام اللي مش بيجيب ولا بيودي. بس انت فعلا انت مش فاشل، انت مميز. المميز هو اللي بينجح في الزمن ده، المميز هو اللي بيبقى غني، المميز اللي بيوصل في طبقه اجتماعيه اي طبقه من اللي بتحبطك نفسها بتوصل منها. وامثله كتير. انه نفترض مثلا لو احنا قاعدين بنتكلم على ناخد ايلون ماسك، انا بتكلم على الناس اللي في العصر بتاعنا دلوقتي، مش بتكلم على الناس القدام، اي نعم مش بعترف بيهم كاشخاص، بس هم عاملين انجازات في الارض. ايلون ماسك الناس كلها قالت عليه مجنون، انت ما ينفعش، مش هتصلح في اي حاجه، انت فاشل. كانوا بيتنمروا عليه في المدارس، مره كان مروح البيت وشه كان منتفخ جدا من كتر العيال كانت بتضربه. وايلون ماسك فاد ايه البشريه؟ اين يكون بالحاجات اللي اكيد في حاجات مضره وكده اهوت، بس حقق الاهداف اللي هو عايزها. من انجح الشخصيات اللي في العالم، عمل حاجات غيرت مجرى الكوكب، غيرت العالم. فانت ما تسمعش كلام المجتمع، عشان المجتمع ولا هيوديك ولا هيجيبك. هما شوية ناس فشلة بتحاول تحبطك وتخليك أسوأ منهم، علشان هما في مرحلة مش عارفين يتحسنوا، مش عايزين يتحسنوا، فهيعملوا ايه؟ يقعدوا يحبطوك انت، بالذات لو انت شايف قدامك اهداف، نفسك تبقى غني. لما تيجي تكلمه: انا عايز ابقى افتح بيزنس، انت ليه تفتح بيزنس؟ خليك موظف. انا مش اكيد مش هسمع كلامه. طب انا عايز ابقى رياضي محترف في اللعبه دي، رياضي، هتقعد تتكسر وهتعمل يقعد يحبط. لا، تشتغل وظيفه من 9 ل 5 عشان تبقى ناجح، اكيد لا. خلينا واقعيين، المجتمع فعلا عليه عامل كبير علينا، انت لازم تستخدم المجتمع لصالحك. لما هو يبقى ضدك، انت استخدمه كحافز ليك. لو هو معاك، اعرف انك غلط، ممكن مش على طول تبقى غلط، ساعات بيبقى بيفيدك. فانت خليك ناصح واختار الناس اللي تشدك معاهم، ما تحبطش نفسك في اي حاجه. انت اللي بتحدد مستقبلك فين، مش المجتمع هو اللي بيحدد. المجتمع فعلا في مرحله ان هو بيقول لك: لا، انت لابس اللبس ده، هو المجتمع بيحكم عليك بكل حاجه، باسلوبك معاهم، كشكلك، كطريقة معاملتك، كلبسك، كتفكيرك، وككل حاجة. انت مش هتسلم من المجتمع غير لما تموت. فانت تستخدمه لصالحك، استخدمه ضدك، القرار بيرجع لك.